السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. اليوم غادي نصاوب معكم طنجيه غادي نتاع الفرناتشي. كنت صاوبت معكم قبل طنجيه في الكوكوط، ودابا غادي نديروها في الفرناتشي. ويمكن لكم الناس اللي ما عندهمش الفرناتشي في المدن يطيبوها نيت في الكوكوط، يديروا نفس الطريقه ويطيبوها في الكوكوط. عندي 2 كيلو نتاع اللحم ديال الملج. بالنسبه للحم يمكن لكم ديروا الكميه اللي بغيتو، ديروا القياس اللي بغيتو. وعندي الثومه، السمن مذوب، عندي الكمون، الزيت البلديه الا عندكم كاس يكون عامر من الاحسن، وعندي الحامض مصير. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نبدا كنديرو في اللحم. دائما في الطنجيه كنديروا العظم هو الاول، كنفرشوا داك العظم هو الاول في الطنجيه باش ما يتحرقش لنا داك اللحم، ما يلصقش. صافي وغادي نبدا كندير في اللحم، ونبدا كنزيد في التوابل اللي عندي. غادي ندير الثومه 8 طروس تاع الثومه، وغادي نزيد 2 معالق كبار ديال الكمون البلديه حيت ما كتعطيناش المروره. وعندي هنا واحد المصيره كنفرتوها. وغادي نديرو معلقه نتاع السمن مذوب، معلقه كبيره، وكاس نتاع الزيت البلديه، وغادي نديرو داك الكاس نتاع الماء اللي درنا فيه الزعفران الحور. بالنسبه للزعفران الحور لا ما توفرش عندكم يمكن لكم تستغناو عليه. صافي وغادي نزيد واحد نص كاس نتاع الماء. بالنسبه للملح البنات راه ما درتهاش حيت عندنا المصير مالح وعندنا السمن حتى هو مالح، داكشي علاش ما درناش الملحه. صافي غادي نعقدو الطنجيه، غادي نديرو عليها واحد القاعد، وغادي نعقدوها بشي قنبه ولا شي قيتان، وغادي نتوها للفرناتشي. ونخليكم مع تتمه الفيديو، ونتمنى تجربوا هاد الطنجيه وتعجبكم. واللي ما عندهمش، الناس اللي ما كما قلت لكم في الاول الفيديو، اللي ما عندوش الفرناتشي في المدينه ديالو يديرها غير في الكوكوط. ها انتم البنات الطنجيه من بعد ما طابت الصراحه كتجي زوينه، وعطاتها منها واحد الريحه يا سلام، وخصوصا مني صوباتها الوالده. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب تاعكم.